دلوقتي في الغلو اللي احنا عايشين فيه، غلو في كل حاجة، أكل وشرب ولبس ومصاريف مدارس وبنزين، والأقساط اللي على الناس واللي واخد قرض. الوضع صعب قوي. طب نعمل ايه طيب علشان نقدر ان احنا نمشي امورنا شوية؟ في حاجات ممكن مثلا نغيرها شوية في اسلوب حياتنا. زي مثلا الناس اللي متعودة مثلا بتاكل على طول الأسبوع بروتينات، لحمة وفراخ وكده. ممكن مثلا نبتدي نغير شوية، ناكل مثلا يوم فراخ ويوم سمك، وبقية الأسبوع ممكن ننوع حاجات تانية. زي نعمل بيتزا في البيت مثلا، بيتزا بالبسطرمة بالسوسيس، نعمل كشري في البيت، يوم مكرونة بالتونة، يوم فول وفلافل. يعني برضو التغيير حلو مش وحش، علشان في ناس كتير مش في مقدرتها ان هي تقدر تاكل طول الاسبوع لحوم وفراخ في الاسعار اللي احنا فيها. تاني حاجة، حضرتك يلي فاتحة بيتك على طول للعزومات لاصحابك ولقرايبك، لا حضرتك محتاجة ان انت توقفي الموضوع ده دلوقتي، لان ده مش وقته خالص. وانت لو بتشرب سجاير محتاج ان انت توقف السجاير. معلش، انا عارفه ان ان انت توقف السجاير دي حاجه صعبه، بس انت محتاج توفر القرشين بتوع العلبتين الثلاثه السجاير اللي بتشربهم في الاسبوع، وفرهم لبيتك. السلع اللي مش ضروريه مش ضروري نشتريها. اكيد كلنا بنشتري حاجات مش ضروريه قوي لبيتنا لاولادنا، ممكن نستغنى عنها دلوقتي. حاليا احنا محتاجين نجيب السلع الضروريه بس. لو حضرتك عندك وقت زيادة، حضرتك بترجع مثلا بيتك الساعة 4 5، بقية اليوم بتقضيه بتنام، بتنزل قهوة، بتقعد تتخانق مع مراتك أو ولادك، لأ، انزل دور على شغل إضافي. أي شغل مشي بيه الدنيا. وانت يا ست البيت لو تقدري تعملي اي حاجه، اي شغل بيزنس صغير من البيت عن طريق النت مثلا وباقل التكاليف، زي مثلا ممكن تعملي اكل بيتي وتبيعيه. اي حاجه، اي فكره تقدري تنفذيها في البيت باقل التكاليف اعمليها وساعدي جوزك. لو حضراتكم متعودين ان انتوا بتخرجوا ولادكم كل ويك اند، لا معلش، هنخليها مثلا مره في الشهر. ولو متعودين تسافروا مرتين، مثلا مره في نص السنه ومره في اخر السنه، هنخليها مره واحده يومين 3 في مكان سعره معقول. لو متعودين ان انتوا بتشتروا هدوم من ماركات معينه، معلش ممكن نتنازل شويه ونجيب حاجات باسعار اقل. ولو كمان انتوا بتشتروا حاجتكم من الهايبرات الكبيره، ممكن تجيبوا، مش ضروري حاجه الاسبوع او حاجه الشهر، هاتوها من اي سوبر ماركت صغير جنبيكم. من السوق لو تقدري انتي تنزلي السوق او تبعتي حد يجيب لك طلبات البيت من السوق، يبقى كويس قوي. معلش الفتره دي صعبه على الكل، محتاجين ان احنا نتعايش مع الظروف ونتأقلم ونمشي امورنا بهدوء وبرضا، مش بضغط وعصبية وتوتر، لان العصبية مش هتفيد بحاجة، مش هتحل حاجة. ونمشي امورنا لغاية ما ربنا يعديها على خير. ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب.